السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وجود لي يا شباب، أنا أحمد فوزي ودي كواليس فريلانسر. مساء الفل يا شباب. لو وقتك ضايع ومش عارف تنظمه، تعالى اقول لك على شويه تريكات ممكن تعملها تنظم لك وقتك اكتر، وفي اخر الفيديو اقول لك على شويه ابلكيشنز انا بستخدمها عشان انظم وقتي احسن. اول حاجه لازم يبقى عندك هدف ثابت، لازم الهدف ده يبقى مربوط بوقت ويبقى هدف حقيقي فعلا، زي ما القاعده بتقول اللي هي سمارت، ان هو لازم يبقى اول حاجه سبيسيفيك، انت عارف انت بتعمل ايه. تاني حاجه ميجربل، انت بتقيس اللي انت بتعمله، يعني ما ينفعش اللي انت بتعمله ده ما يبقاش ليه مقياس. بعد كده اتشيفبل، ان انت ممكن توصل له، ما ينفعش تجيب حاجه مش هتقدر توصل لها خالص وتقول ده الهدف بتاعي. بعد كده الار ريليفنت، لازم يبقى ليه علاقه باللي انت بتعمله، ما ينفعش تبقى بتشتغل في حاجه وعايز نتيجه في حاجه تانية خالص مش هتوصل لها. واخر حاجه تايم باوند، لازم الحاجه اللي انت عاملها دي تبقى مربوطه بوقت، لو مش مربوطه بوقت مش هتوصل لها، يا اما هتلاقي ان انت ضيعت وقت كتير جدا وفي الاخر ما وصلتش او اهدرت وقتك على الفاضي. تاني حاجه لازم يبقى عندك اولويات، لازم ان انت تقسم الشغل بتاعك الاهم فالمهم، واخر حاجه تيجي الحاجات اللي اقل الاهميه او ان انت ممكن تشيلها خالص. واحسن مثال على ده هو ايزنهاورز ماتريكس. انا عارف الاسم صعب شويه بس الماتريكس بتاعته اسهل بكتير. الماتريكس بتاعته بقى بتقول ايه؟ ان انت تنظم شغلك لاربع مربعات. اول مربع ديت الحاجات مهمه جدا اللي انت لازم تخلصها دلوقتي، لو ما خلصتهاش غالبا بترفد. تاني حاجه ديت الحاجات الاقل اهميه شويه بس لازم تخلص، ممكن يبقى مثلا الديدلاين بتاعها اسبوع فممكن تاجلها شويه. تالت حاجه بقى ديت الحاجات الاهميه بتاعتها قليله جدا، انت اصلا لو ممكن تشيلها خالص. رابع حاجه وديت اللي ملهاش اي لازمه في حياتك، انت حاططها وبتضيع فيها وقت، وزي ما في دراسه قالت ان الانسان العادي بيضيع ساعتين تقريبا كل يوم وهو ما بيشتغلش، واكيد مش بيعمل حاجه مهمه، هو في ساعتين انت بتضيعهم وانت مش عارف بتعمل ايه. دوت غالبا عشان انت حاطط حاجات كتير بتملى اليوم بيها وفي الاخر بتلاقي انا اليوم بتاعي راح فين، لان انت مش منظم وقتك. تالت حاجه لازم تعملها ان انت تجزأ الشغل بتاعك، صدقني لو عملت هدف كبير قوي قدامك وما جزأتوش مش هتوصل لحاجه، هتقعد تبص له شويه وبعد كده تقول انا عمري ما هوصل له فهتمشي وتسيبه. لكن لو جزأته لاجزاء صغيره، اول حاجه انت هتحس ان انت بتنجح لان انت بتوصل لكل هدف لوحده. تاني حاجه وان انت فعلا بتنجز الوقت ده. بقول لك على حاجه صغيره، حاول ان انت بعد ما تخلص كل قطعه من الهدف ده كافئ نفسك بحاجه. شوف بقى انت بتحب شوكولاته، شوف انت بتحب تنزل تخرج تعمل خروجه حلوه، كافئ نفسك بحاجه عشان تحس ان انت انجزت حاجه في الشغل ده. واحسن تكنيك بيشتغل في الحته دي هو برومودورو تكنيك. برومودورو تكنيك بيقول لك ايه؟ ان انت لما تشتغل 25 دقيقه لازم بعدها تريح 5 دقائق، ده احسن لصحتك ولعقلك. طيب يا فوزي انا اشتغلت 4 ساعات ونسيت، كل 4 ساعات بتريح عليهم من ربع لنص ساعه، ده برضو بيخلي مخك يبقى احسن. لكن لو قدرت ان انت تحط تايمر جنبك وتخليه 25 دقيقه او 5 دقائق صدقني هتنتج اكتر بكتير. رابع حاجه لازم تعملها وان انت تحط ديدلاين لنفسك، لازم تحط ميعاد لانهاء الشغل اللي انت بتشتغله ده. وصدقني لو انت ما حطيتش الميعاد ده حقيقي، وركز في كلمه حقيقي، مش هتوصل. يعني ما تشوفش شغلانه هي ممكن تاخد وقت كتير فتحط قدامك شهرين 3 مش هتوصل لها، ولو حطيتها ساعه او ساعتين او يوم حتى برضو مش هتوصل. زي ما قانون باركنسون بيقول ان انت كل ما تطول في الديدلاين كل ما نفس التاسك اللي انت هتخلصه او نفس المهمه اللي انت هتخلصها هتاخد وقت اطول. فانت حاول تحط الديدلاين بتاعك يبقى حقيقي، يبقى مناسب للشغل اللي انت بتشتغله، وده طبعا هيفيدك في فريلانسنج. زي مثلا لما انت تكلم كلاينت حاول على طول تبقى بتناقش مع الكلاينت في حته الديدلاين دوت كفريلانسر. يعني الشغل دوت مثلا لو هياخد منك 3 ايام قول له انا هياخد مني 5 ايام وخلصه انت في 3 ايام، هتاخد بوينت عنده لان انت قدرت تخلص الشغل بدري. لكن لو انت شايف ان الشغل ده هياخد 5 ايام والكلاينت قال لك 4 ايام، حاول ان انت تقول له انا عايز يوم زياده عشان تطلع له احسن كواليتي. صدقني هو هيقدر جدا ان انت قلت له ان انت عايز وقت زياده، لان انت لو ما قلتلوش ان انت عايز وقت زياده وفي نفس الوقت سلمت له الشغل متاخر، دي حاجه وحشه مش حلوه في الفريلانس. خامس حاجه وديت حاجه هتبقى ممكن تبقى صعبه في الاول شويه بس بعد كده هتبقى كويسه بالنسبه لك وبالنسبه للناس اللي حواليك، حاول توزع الشغل اللي عندك. انت عندك شغل كتير او جايلك شغل كتير قوي ما ترفضوش، حاول ان انت توزعه جنبك مثلا 2 3 صحابك وهو انت عارف ان هم ممكن يعملوا الشغل ده او يساعدوك ان انت تخلصه، حاول توزع الشغل ده عليهم. 1 انت هتكسب وهم هيكسبوا، 2 هتاخدوا ريفيوز كلكم، او لو انت لوحدك اللي بتكلم كلاينت انت هتاخد ريفيو. 3 حاجه انت ما خسرتش حاجه، ما خسرتش وقت، ما خسرتش شغل، انت وزعت الشغل فانت فدت الناس اللي جنبك وفدت نفسك وفدت العميل. 6 حاجه وديت عكس شويه النقطه اللي انا لسه قايلها، لو انت شغال بقى لوحدك وما عندكش حد حواليك يقدر يساعدك في الشغل ده، اتعلم ان انت تقول لا. صدقني لا احسن بكتير من ان انت تقول على حاجه انت مش تقدر تعملها او هتاخد من وقتك كتير على الفاضي. لو شغل مش هيديك الفلوس اللي تستحقها او لو الشغل ده هيجي على حساب شغل تاني انت اصلا متعاقد عليه، اتعلم ان انت تقول لا
عادي مش عيب لو الكلاينت انت قلت له لا مش هشتغل، او اي اوفر جالك لا مش هشتغل لان انا عندي شغل تاني او عندي اولويات احسن، صدقني ده هيضيف لك مش هينقص منك اي حاجه خالص. سابع حاجه انت لازم تعملها ان انت تستخدم التكنولوجيا وان انت تعمل جو ملائم للشغل بتاعك. يعني ايه؟ التكنولوجيا ممكن تشتتك عن شغلك او ممكن تخليك تنتج اكتر بكتير، وفي حالتنا الفريلانسنج انت لازم هتبقى شغال على اللابتوب، لكن الموبايل ممكن ما تبقاش بتستعمله كتير، لكن الموبايل انت هتبقى ماسكه فاتح انستجرام وتيك توك وفيسبوك وبتضيع وقتك كتير. حاول على طول تحطه في اي حته بعيده عنك عشان ما يشتتكش، مش كل ما يجي لك نوتيفيكيشن تروح ترد عليها على طول. دي حاجه. تاني حاجه، لو انت بيجي لك ايميلات كتير حاول ان انت تحط ساعتين في اليوم مثلا، الساعتين دول انا هبص على ايميلاتي، او لو انت ايميلاتك اقل فانت تحطها 10 دقائق ربع ساعه على حسب كميه الايميلات اللي بتجي لك، بحيث ان ده الوقت اللي برد على الايميلات فيه، العميل يبقى عارف او الناس اللي بتكلمها يبقوا عارفين ان ده الوقت اللي برد فيه. غير كده باقي الوقت ده شغل. حاول تخلي في اوضتك على طول في كورنر للشغل، الكورنر ده في المكتب بتاعك او الترابيزه اللي عليها الكمبيوتر او اللابتوب، وده كورنر الشغل بتاعك. حاول تحط كل حاجه انت تحتاجها حواليك عشان مش كل شويه تتشتت وتقوم تجيب حاجه من بره، لان ده هيضيع لك وقت كتير جدا، وهنرجع تاني ان انت بتضيع ساعتين وانت مش عارف هم في ايه، هم في الحته دي. وبما ان احنا بنتكلم عن التكنولوجيا فلازم نقول شويه ابلكيشنز هتساعدك ان انت تنتج اكتر، زي مثلا اول حاجه جوجل كالندر. جوجل كالندر هي ابلكيشن فور فري، طبعا بتسينك مع الدرايف بتاعك ومع الجيميل بتاعك، فانت ممكن تستعملها لو انت عندك مواعيد كتير ومش هتعرف تحفظها كلها ومالكش خلق ان انت تكتبها في ورق. افتح جوجل كالندر، خش اكتب كل مواعيدك، عشان صدقني انت هتفضل تقول انا فاكر انا فاكر انا فاكر لحد ما هتلاقي ان في مواعيد كتير فاتتك من كتر المواعيد اللي عليك، فحاول على طول تستخدمها. تاني حاجه ممكن تستعملها تو دو ليست. تو دو ليست اي تو دو ليست على الاب ستور ممكن تفتحها وتنزلها. هتفيدك في ايه؟ ان انت تبقى عارف انا عليا ايه النهارده. انت لما تبقى صاحي من النوم لو انت مش مقرر انا عليا ايه مخك مش هيخليك تشتغل، فانت لازم تبقى كاتب انا عليا ايه، والحاجات اللي انت بتكتبها دي تبقى محضرها من بالليل عشان ما تصحاش الصبح وتقعد تضيع وقت. فانا عندي ايه النهارده، لازم تبقى كاتبها من بالليل، ولو تعرف تكتبها لشهر قدام اكتبها لشهر قدام. تكتب كل الحاجات اللي عليك في اليوم عشان تقدر تخلصها بتنظيم وقت محترم. ابلكيشن تاني ممكن تستعمله وده حلو جدا لو قلت للكلاينت عليه وهو اصلا ما كانش قايل لك عليه، وهو تريلو. تريلو ده من احسن الابلكيشنز اللي ممكن تعمل عليها بروجكت مانجمنت، ان انت تدير البروجكتس اللي عندك كلها. ده لو كلاينت ما قالكش عليه انت روح قول له طب تعالى ممكن نستخدم تريلو. واحد انت هتاخد بوينت عنده ان انت بتحاول ان انت تنظم له الشغل بتاعه. تاني حاجه تريلو هو بيقدر يخلي العميل يديك الشغل بتاعك من غير ما تفضلوا تبعتوا ايميلات ورسائل، وبعدين انت لما تخلص الشغل تقدر تسلمه من هناك من غير برضه ما تفضلوا تتكلموا كتير. فلو انت بتاخد بروجكتس كتير او تاسكس كتير من العميل ممكن تروح على تريلو وتبدا تشتغل عليه. طب انا العميل مثلا بيشتغل على ابلكيشن تاني وانا عايز استخدم تريلو لنفسي، هتدخل تعمل ايدي وباسورد، هتعمل ورك سبيس لنفسك وتبدا ان انت تجزأ. هتعمل كولمز، كل كولم فيه اسم الحاجه اللي انت بتعملها، يعني مثلا اول واحد هيبقى الشغل اللي وصل لك، تاني واحد ان الشغل ده تحت المراجعه، تالت واحد ان انت الشغل ده خلصته، وتبدا بقى تعمل شيتات صغيره كل واحد فيه اسم البروجكت اللي انت شغال عليه، وتبدا تنقله من حته لحته على حسب الحاله اللي انت وصلت لها. اخر حاجه اقولها لك ان lost time is never found again. الوقت اللي هتضيعه عمرك ما هتعرف ترجع له تاني، فلازم جدا ان انت تخلي بالك من وقتك، بالذات ان انت فريلانسر. انت كفريلانسر انت المسؤول عن وقتك وانت المسؤول عن الشغل بتاعك. مفيش مدير هيجي يقول لك انت لازم تخلص ده في قد كده، او انه يقول لك انت عليك شغل قد كذا. فانت لازم انت اللي تبقى مهتم بوقتك وانت اللي تديره صح، عشان كفريلانسر توصل لليفل فعلا عالي وتقدر بعدين انت تجيب ناس تحتك تشتغل وتقدر ان انت تنتج اكتر وطبعا تكسب اكتر. بس كده يا شباب، يا رب اكون فدتكم في فيديو النهارده. لو عجبك المحتوى وعايز تعرف اكتر عن الفريلانسنج ممكن تعمل لي لايك وسبسكرايب، وهتلاقوني على الانستجرام وعلى التيك توك. سلام.